أتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا عدد جديد ولقاء متجدد من برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. ضيفنا ومعلمنا هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا بكم جميعا وبه. دكتور سعيد، مرحبا بك. مرحبا أخي أحمد. الله يبارك فيك. يعلمنا القرآن بأن عيسى عليه السلام نبي الله. يقول تعالى في محكم التنزيل في سورة مريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. صدق الله العظيم. شيخ السعيد، عيسى نبي الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسى نبي الله. بداية أذكر السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات بما ورد في آي القرآن في أواخر سورة البقرة حينما قال ربنا في القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر الآيات. إذن الآية واضحة الدلالة أننا أمرنا بآي القرآن وبنصوص السنة النبوية الشريفة بلزوم الإيمان بجميع النبيين والمرسلين بلا استثناء، لا نفرق بين أحد من رسله. هذه رسالة أولى أبعثها عبر هذا أو من خلال هذا المنبر. لماذا أؤكد على هذا الأمر؟ لأن الذي يؤمن حقيقة بالله عز وجل ومن كان إيمانه صادقا بالله حقيقة لا بد أن يصدق بكل من أرسله الله. هذه معادلة قرآنية ومنطقية. لماذا؟ لا يمكن بحال من الأحوال أن يدعي مدع أنه يؤمن بالله ولكن يميز بين النبيين والمرسلين. صحيح. كان يقول أؤمن بهذا وأكفر بهذا. إذا هذه مسألة في غاية الأهمية. هذه رقم واحد. رقم اثنين، الآيات التي ذكرتها يا أخي أحمد يعني في سورة مريم، والآية واضحة جدا: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إذن فعيسى ابن مريم هذه أيضا معجزة من معجزات الله عز وجل. فقد خلق الله عز وجل البشر بعدة طرق. خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق سائر الخلق من أب وأم. والله عز وجل كما قال القرآن: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. هذه رسالة ثانية. الرسالة الثالثة هي أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو من أولي العزم من الرسل، يعني هو من النبيين والمرسلين أنزل عليه الكتاب اللي هو الإنجيل، سأعده بعد حين، الإنجيل. ولكنه أيضا يحظى بهذا المقام الرفيع أنه من أولي العزم من الرسل.
كما قال القرآن في آية أخرى في حق النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل اللي هم نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. افتحوا قوسا خفيفا يا أخي أحمد إذا سمحت. مر النبي عليه الصلاة والسلام في موقف من المواقف، هو يوم حنين، جاء واحد ممن كان قلبه ضعيفا، والإنسان يعيش حالة الضعف، فاتهم النبي عليه الصلاة والسلام في عدالته فقال قسمة لا عدل فيها، حينما أشرف النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه على تقسيم على توزيع الغنائم. وهذا المخلوق هذا قال له قسمة لا عدل فيها. تصور يعني واحد يعني موقف مؤلم حقيقة، كيف يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام طبق هذه الآية التي ذكرتها الآن، تذكر مرجع من المراجع الكبرى اللي هو موسى عليه الصلاة والسلام، وهو من إلى عزم من الرسل، والآية تقول له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. عندك ريفيرونس، عندك مرجع أرجع عليه، صبر كما صبره أو صبروا أولو العزم. النبي عليه الصلاة والسلام قال معلقا على ذلك الذي قال هذا الكلام قسمة لا عدل فيها، قال النبي عليه الصلاة والسلام من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. هذا السؤال لا ينتظر جوابا. إذا ما من يعدل إذا كان لم يعدل الله ورسوله. بعدين قال رحم الله موسى، تذكر هذه الآية، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذن هذا الحديث ينسجم مع تلك الآية تماما. أعود لأقول رسالة أخرى، أن عيسى عليه الصلاة والسلام نزل عليه الإنجيل كما أنزل على غيره من نبيين على غيره من المرسلين كتب. والإنجيل هل بقي على حاله؟ لابد من الجواب لا، لم يبقى على حاله لأنه حرف. والحمد لله أن الوحي الطاهر الذي لا يزال صحيحا سليما طاهرا إلى أن تقوم الساعة هو القرآن الكريم، لقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أما هذا الإنجيل فالحديث يعني الوقت لا يسمح للتفصيل في هذا الموضوع، يعني مخصصة ثم غربلة ثم غربلة، آخر موصول 35 إنجيل، وبعدين آخر موصول للأنجيل المعتمدة اللي هي إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل يوحنا، إنجيل لوقا، يعني هذه الأناجيل. ولكن الواحد يعني لو يقرأ هذه الأناجيل ويدخل فيها يجد فيها العجب العجاب، نجد بصمات البشر واضحة في هذا الكتاب، حرف وخرف. نعم، بدليل معلش نذكر مسألة معينة. ربي قال في سورة الأنبياء في الآية 25 واش يقول ربي سبحانه؟ قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. آية واضحة الدلالة. ربي يقول النبي عليه الصلاة والسلام قاع الرسل اللي جاوا قبلك قلنا لهم أصل الأصول اللي هي عقيدة التوحيد هي وحدانية الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول، وآخر رسول جاء قبل النبي عليه الصلاة والسلام هو عيسى، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. معنى ربي واحد ما عنده شريك، ربي وليس الشريك. ولكن يأتي الذين يقولون الآن لا، باسم الأب والابن وروح القدس، لو بير لو فيس لو سانت اسبري. يعني ما علاقة هذا التثليث هذه بالتوحيد اللي راه موجود في القرآن؟ إذن عيسى عليه الصلاة والسلام هو نبي الله كما ذكر في العنوان، هو نبي الله، هو نبي مرسل أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل ولم يرسل إلى المسلمين. هذه مسألة في غاية الأهمية والخطورة. إذن عيسى أرسل إلى بني إسرائيل ولم يرسل إلى المسلمين. إذن فلننتبه جيدا جميعا. ثم في الأخير نحن نؤمن بجميع النبيين وجميع المرسلين ونوقرهم ونحترمهم ونؤمن بهم ونؤمن بمعجزاتهم. نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام لما سمي بالمسيح؟ لأنه يمسح على الأبرص يعني كل اللي يمسح عليه يبرأ، ولكن بإذن الله. لذلك يسمى المسيح ابن مريم. وكذلك يحيي الموتى بإذن الله، يبرئ الأكمه بإذن الله، إلى آخر كل شيء بإذن الله. اكتفي بها أخي. بارك الله فيك شيخنا، أحسن الله بك. الله يبارك فيك. صلى الله على محمد وعلى أخيه عيسى عليه السلام. شيخنا ما قلته مختصرا في دقيقة لو سمحت بي،
اللغة الأمازيغية. الله يحفظك، الله يذكرك بشهادة. يثمثن في السماثين السجاد المسلاي في عيسى ذي النبي الله يرد دنفكا ولا جاسجي باش هذا نحصو أكن من الله. عيسى ذا مشجع سي مشجعا يدي شجع ربي سبحانه، أما كندي شجع نوح، أما مقارنة مغار الأنبياء، أما كندي شجع إبراهيم، أما الخليل، أما كندي شجع موسى، أما كندي شجع عيسى، أيوب، يوسف، أكن ملا ألا ماذا قالوا محمد صلى الله عليه وسلم. نتساذن في يمس اسم مريم، أما كديني عيسى بن مريم تلقى مزوروث في سنة نكون ينسلمنا يثمثنا كلمان الله يوم راغد ربي سبحانه باش انا من نفس الأنبياء والمرسلين وإلا قرأنا من سوا وننكروا خاطر مادام ونغثي دي الشقعان ذيون وقال دي الشقع يسمي إم الشقعان إلا قنا من يسن مرة أكن ملان ونفرقا جاريسن في ثلاثة الشقعاد ربي سبحانه المرسلين ينس في كتابين. أما كندي الشقاع توراة سيدنا موسى، الشقاع الإنجيل سيدنا عيسى، الشقاع القرآن سيدنا محمد، الشقاع الزبور سيدنا داود. غير يسفروا هناك واحد الشعر حلو بالقبيلية ذكروا سي محفوظ الله يحفظه مازالوا حي، يعني شاعر بالأمازيغية من بريدة حيزر من البويرة، يقول سلعه ذي اللان ذي الزبور لذيور وذي تسفرفيرا، سلعه ذي اللان ذي التوراة إذورار ويذ علين، سلعه ذي اللان ذي الإنجيل التجرد وين ثمرا، سلعه ذي اللان ذي القرآن يلدين في بوري غلقا ينزل غف محمد رسول النبي عزيزا. مثايا غادي نيغ ختاما غادي نيغ باللي ينكون يدين سلمن الى قنامكس الانبياء والمرسلين ضربي تندي شكعان اثن حمل ياك واثن قادر ياك ونطبقها شو دبوين ثم زال ثم قران تاك يعني في موافقا في لساكن ملان ربي يوم تنسيس ومقارن عقيدة التوحيد يعني ربيون وليس عشريه ما إلا ذي مذانا لن وقاذ يمنا لن وقاذ كفرا غيجعل ربي سي المؤمنين. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ سيدنا سعيد بويزي وبارك الله فيك. هل سائل عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر بعض ما تبقى من أسئلة في الحصص الماضية. شيخنا السعيد، هذه السيدة أم آدم السؤال المتبقي تقول تزوجت أختها بالفاتحة، الزوج يتماطل في تسجيل العقد، لا يحضر معها عند زيارة أهلها ويحتكرها لنفسه. الأخت أم آدم كما قال أخي أحمد هو سؤالك الثالث، أعطيتنا 3 أسئلة في الأحد الماضي، هذا جاوبناك على زوج مازال ثالث فنفي بوعدنا. نقول لك هذا اللي دار الفاتحة طبعا هذا عقد شرعي نعم، ولكن يحتاج إلى توثيق، والتوثيق يعتبر في الشريعة من المصالح المرسلة. لذلك الآن المشرع عموما في الوطن الإسلامي يؤكد على لزوم التوثيق الذي يتماطل. يعني هذا التوثيق ما هو إلا تسجيل لواقعة الزواج، لأن الزواج قد حصل، حتى هذا التوثيق له أثر كاشف ماهوش أثر منشئ، لأنه يكشف عن أمر قد وقع اللي هو واقعة الزواج. أما كونه يتماطل معنى فيها إن لماذا يتماطل؟ اللي يتماطل سمحوا لي يا إخواني يا أخواتي نقول اللي ما عندوش عذر شرعي ما عندوش النية، معناه ما عندوش النية. لذلك أنتم يا الأخت أم آدم عندكم حق باش تلزموه بهذا الشيء. إذا كان عندك نية خالصة يتفضل استمر في تسجيل عقد الزواج. أما أنك تتماطل بغير مبرر لكم مطلق الحق باش يعني تنفصلوا، يعني أختكم هي تنفصل عنه. وطبعا لا ننصح بالانفصال مباشرة، ننصح بالتدخل الحكيم بينكم وبين هذا الإنسان اللي أعطيته له هذه الطفلة من أجل حل هذا الإشكال بطريقة ودية، فإذا رفض فلها الحق أن تنفصل عنه عن طريق الخلع مثلا. بارك الله فيك شيخنا السعيد. هذه أختنا سامية من البويرة أيضا شيخنا السعيد تسأل عن حكم الذهاب للمقام من أجل التداوي من تابعة، واحد عنده تابعة ويروح للمقام ماشي يداوي. والله يا أختي سامية واش نقول لك، هذه الأمور من البدع اللي راهي موجودة للأسف في مجتمعنا الإسلامي عموما. إذا كان المرأة ولا الراجل عندهم اسمها التبع هذا يعني في حسد ولا فيه شيء من هذا القبيل، يمكن علاج ذلك ولكن عن طريق الرقية الشرعية.
عن طريق الرقية الشرعية. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك. هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر في أحاديث صحيحة سورة الفاتحة التي سماها بالشافية بالكافية بالوافية، وآية الكرسي وأواخر سورة البقرة وسورة الإخلاص والمعوذتين. هذا يكفي إن شاء الله تعالى. أما هذا واحد يروح للمقام باش يدعو، نروح للمقام. يعني إذا كان مقام هذا لرجل صالح ندعو له كما ندعو لسائر المسلمين ونقتدي به ونقتفي أثره، ليس إلا ولكن لا نرجو منه شيئا. نعم. رجاء من الله. شيخنا بارك الله فيك. على السيدة سامية من البويردين، نعم. الصلاة أحيانا تنسى في صلاتها وتنسى حتى سجود السهو، فماذا تفعل؟ جل من لا ينسى. الآن يا أختي الفاضلة، ذكر كل عنده دين تاع الصلاة يقضي دينه، يقضي دينه. يعني اللي مسال بشهر ولا شهرين ولا عام ولا عامين يقضي بالطرق التي شرحناها مرارا. من هذه الطرق يا إما في كل صلاة تصلي صلاة اليوم وتصلي صلاة اللي فاتت، وهكذا. يعني في نهاية كل يوم من الفجر، يعني من الفريضة تاع الفجر تاع الصبح إلى غاية العشاء يقضي تنهار، أو في أي وقت. الآن ممكن وأنت تتابعين الحصة الآن تتوضعي وتروحي تصلي ما تشائين، تقضي ما تشائين. يعني تصلي الصبح وبعدين الظهر العصر المغرب العشاء، ها قضيتي يوم. كل 20 دقيقة تقريبا ممكن تقضي نهار. أما أنك تنساي فورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا كان نسى، طبعا في تفاصيل، إذا كان سجود السهو القبلي قبل السلام إذا كان قصد، وربما أيضا وكذلك إذا كان فيه زيادة، يكون مثلا صلاة الظهر 4 ركعات أنت صليتي 5 ولا درتي ركوعين ولا درتي 3 سجدات مثلا أو 4 سجدات أو شيء من هذا القبيل، يعني حيث تجب السجدتان وانت درتي أكثر من ذلك درتي إضافة، ديروا السجود السهو البعدي. أما إذا كان بعد ما كملتي الصلاة ونسيتي فلا شيء عليك، رفع القلم عن 3 كما يعني ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حد الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب تسأل سؤال الثالث: نريد أن نحج عن والدنا ولوالدنا، يوجد شخص مقيم بالسعودية يحج للناس بالمقابل، فهل هذا جائز؟ جائز، ليس في ذلك حرج. يعني عندنا هذه الحالات يعني نسمعها بها، كان حتى بعض الطلبة الجزائريين مثلا يقرأوا ثم يكون اتفاق معه، طبعا ثقة، شخص ثقة، ويكون اتفاق معه باش يديروا المناسك وتدفع له المصاريف وتكاليف نتاع الحج. أكيد تكون أقل بكثير من أنه الإنسان يحج من هنا إلى هناك. صح. الحج بالوكالة هذا الأمر جائز، ليس في ذلك حرج. كما يجوز واحد يروح منا بشرط أنه يكون الحج طبعا نروحه وبعدين يدير النية الثانية بناء على اتفاق مسبق ويحج، نسأل الله القبول. هذا أمر جائز الأخت سامية، هذه قبل ربي إن شاء الله يا رب. طيب أختنا نورة من الجلفة: شيخنا أبي يكثر من قوله بالحرام في كل أمر، تقول ما قولكم؟ الله يقدمون نصيحة لهذا الوالد الكريم، كله اتق الله عز وجل. يعني لا يصح الواحد يقول كلمة الحرام إلا حيث تجب. إذا كان واحد يتكلم على الربا يقول حرام، إذا كان الموبقات اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا هذه حرام. أما أنه يتحرك يقول بالحرام، زوجته بالحرام، الماكلة بالحرام، كل شيء بالحرام، كيف يحرم ما أحله الله عز وجل؟ هذا ننصحه ألا يفعل ذلك إطلاقا. أما إذا كان علاقته بينه وبين زوجته قال الكلام التحريم كما قال السادة الفقهاء خاصة المالكية منهم، يعني تفيد الطلاق في العموم بلا ما ندخل في تفاصيل، لأنه لم يأتي السؤال في هذا الموضوع بالذات، ولكن كلمة بالحرام ترد في لسانه كثيرا، معناه يتوقع أن يتلفظ بها حتى في جميع المواقف. وطبعا هذه الكلمة لها آثارها الشرعية. نقول الآن مبدئيا ننصحه بأن بأن يبتعد عن هذه الكلمة ويزيلها تماما من لسانه. حسن الله إليك شيخنا وبارك الله فيك. إلى الأسئلة المتبقية دوما، سامحونا نأخذ من وقتكم مشاهدينا الكرام. الأخت فاطمة متزيوزو: خطبني شاب رضيت به لكنه أخفى علي مرضه العقلي والنفسي، فلما اكتشفت الأمر واستشرت أهلي قررنا فسخ الخطوبة. تم الفسخ، فهل ما فعلته حلال أم لا؟ ما فعلته حلال، هذه خطوبة، والخطوبة من مقاصدها هذا الأمر. بعد ما خفوا هذا، لأنه هذه الأمراض من الأمراض التي لا يجوز أن تخفى. العلماء يتحدثوا عن الأمراض يجب أن تظهر.
من هذه الأمراض هذا المرض العقلي، الأمراض التي لها أثر على الحياة الزوجية دون أن أفصل. فأقول أن هذه الأمراض هذه عيوب، تعتبر عيوب. صحيح. عيوب يعني شرعا وقانونا. ما دام اكتشفت هذا الأمر قبل الفاتحة وقبل الزواج عندكم الحق باش ديروا هذا فسخ الخطوبة وما عندكم حتى إثم. أردت إرجاع الهدايا التي أحضرها لي في المناسبات لملاك فرفض وخاف والله وخيف أن يصيبه انهيار عصبي لرؤية مشهد إرجاع الهدايا، فهل أفعل أم لا؟ ترجعها ولكن بطريقة أخرى دون أن تسلمه إلى هذا الشخص لكي لا يصدم، يعني مراعاة لحالته النفسية. ما دام عنده حالة نفسية ترجع لعائلته والبابا الإمة الخوت إلى آخره. أعتقد هذا يجزي إن شاء الله. شيخنا عز الدين من تيزيوزو يسأل: ما حكم استهلاك دجاج من محل يضع صاحبه الدجاج في حمام مائي مكهرب؟ إذا كان سمحت يا أخي أحمد نحيل هذا الأمر، يعني هذه المسألة مهمة وخطيرة جدا، ولكن لابد من إبداء بعض التنبيهات. يا جماعة الخير، الزكاة الشرعية عندها شروط. نحن مسلمون، يعني واحد يذبح دجاج ولا يذبح بقرة ولا يذبح خروف ولا كاين شروط نتاع الزكاة الشرعية. أما ما يحصل الآن نرى في بعض الأماكن إما يديروا له واحد كيما هذيك كيما الكرموس كيما الهندي اللي ينحوه من هكذا، يديروا له هكذا الرقبة نتاعو تطير، ولا اللي يديروا في الماء هذاك المكهرب يصرعوهم كاع. يعني السؤال مطروح، يعني ممكن كاين منهم اللي يموت قبل ما يوصل ليه الموس، خاطر كان هذيك الذبحة بطريقة يعني آلية، ولكن هناك من يموت خلاص قبل أن يصل إليه السكين الذابح. إذا نقول بيقين أن هذا لا يجوز، لا يجوز. لذلك يا جماعة الخير، لذلك يا أخي حمدي كان سمحت باش ما ناخذوش وقت المشاهدين، فقط باش نقول للأخ هذا السائل أرانا أعطينا اعتبار لسؤالك، نزيدوا نوعده الأسبوع القادم نعطيه التفاصيل في الزكاة هذه، وخاصة الدجاج اللي راه يذبح بطريقة غير شرعية لازم الاحتياط. يا جماعة الخير حين نعرفوه يعني من أجدادنا وأبائنا يقول لك ما كانش كيما ثقة في هذا الموضوع، يروح يذبح بيده ولا يشوف الناس ثقة. قد يقول قائل يعني احنا رانا مسلمين وكذا، يقول للأسف الشديد نحن مسلمون بيقين والحمد لله، ولكن كان الناس اللي الطمع أدخل الشبهة عليه. بارك الله فيك، أدخل الشبهة الطمع. والسادة المشاهدين فاهمين قصدي، لا نتهم المسلمين أو جميع الجزارين أبدا، هناك ثقات مؤمنين أتقياء أنقياء بيقين، ولكن كاين طماعين وكاين الناس اللي طغط عليه المادة ما يهموش، المهم يجيب دراهم وخلاص، سواء في الدجاج ولا في أشياء أخرى. لا أريد أن أزرع الشك يعني في نفوس السادة المشاهدين، ولكن لابد من التنبيه. كل واحد لازم يحتاط لدينه، ولازم الثقافة تكون عندنا واضحة، وهذه الأحكام الشرعية تكون واضحة لابد. وكذلك أنبه أجهزة الرقابة أيضا في الدولة، هناك أجهزة الرقابة هذه مسؤوليتها الشرعية ومسؤوليتها القانونية، قلهم باش يشددون الرقابة على هؤلاء الذين يعني لا يحتاطون أو الذين يعني يوكلوا الناس المسلمين يعني ذبائح محرمة. بارك الله فيك شيخنا، ربي يجازيك بالخير. أمل فرنسا تسأل: حكم استهلاك لحم الدجاج في فرنسا ويكتب عليه حلال؟ ما قلته في هذا الموضوع يضاف إليه، إذا كان هذا في بلاد الإسلام وما أدراك في بلاد أخرى بلاد الغرب، حيث هذه الأمور لا قيمة لها. لذلك موش وين كتب حلال إذا المسلم خلاص يستجيب، كاين وين يكتبوا حلال وهو ماشي حلال. لذلك الجالية المسلمة عموما لا بد أن تنظم نفسها باستمرار، وطبعا هناك ناس منظمين ما شاء الله عندهم أماكن معينة يستهدفونها، يجيبوا الذبائح الحلال ويبتعدون تماما عن الذبائح المحرمة. فلا بد من الحذر والاحتياط للدين. أحسن الله إليك فضيل الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بويزري وبارك الله فيك. هل سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. نبدأ على بركة الله مشاهدينا الكرام في استقبال مكالماتكم الهاتفية وانشغالاتكم. نبدأ من فرنسا، السيدة أم مريم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي من فضلك أنا عندي أسئلة، عندي زوج ولا ثلاثة. تفضلي سيدتي. الأول على بنت دارت الفاتحة عندها 15 شهر، وواش يقولوا له لا دوت،
راجلها قال انا مديتها، هو على يا تفهمت معاها وعلى ما تفهمش حتى الان ما مدلنا محوس باش يدير العرس، يستناها هي اللي دير له العرس. درك حابين نطلبوا طلاق، ما نعرف كيف نديروا. ايوه يعني ينتظر هي تطلب طلاق، قالت لي درك انا كرهت، قالت لي عقابه، قلت له خدم نديروا ما بيناتنا ونديروا العرس. ما حبش، درك هو قاعد حب كل بيان يظهر لي انا كل يتمسخر. مي عقدنا عليها، درنا الفاتحه برك ما درتوش العقد المدني. العقد المدني درتوه سيدة مريم؟ العقد المدني ما درناش، لا الله يهدي غير مع الامام لهن في الدار برك. واضح. الله يهدي ما خلق. مازال ما داروش، استنينا حتى قلنا العرس ويديروا العقد المدني. بارك الله. والسؤال الثاني سيدتي؟ السؤال الثاني كيفية الوضوء الأكبر، خاطر أنا نهز 3 حفاني ولو على راسي بصح ما يتبلش الجلد أكل، اسكو حلال ولا كيفاه دير؟ هذه هي اللي مخل. واضح. والمسح على الجوارب اسكو كي نصل اخي يكونوا هذوك الجوارب كيف نقولوا لهم رقاق، نمسحوا مسحه واحده ولا لازم 3 مسحات على الجوارب كيكونوا ديجا تما صبغنا الوضوء ونعاودوا. واضح. هذه الأسئلة سيدة مريم. عندي سؤال واحد كنت صايمه وجاوني ضياف، اسكو نقدر نفطر مع الضياف تاعي كي جاو ولا نكمل نهاري؟ ما قالوا لكش هذاك النهار باش راهم جايين؟ انا ما قالوا ليش، ما بغاوش. ما على باليش نجاو هكاك، مانيش وليت طيبت نحط لهم نقول لهم كلوا وانا ما ناكلش معاهم، ما لقيتش روحي هذيك اللي. طيب سيدة مريم، واضح ان شاء الله. وشكرا. الله يبارك فيك سيدة مريم، شكرا جزيلا. سلامة الله. الأخت أمينة معسكر. الأخت السلام عليكم. السلام، كي راكم؟ لاباس؟ لاباس أخت أمينة، مرحبا. مرحبا. عندي سؤال. أيوة. عندي استعانة تاع البني، تسمح فيا؟ واش عندك سيدة أمينة؟ عندي قلت لك الإعانة تاع البني، هذيك اللي تخرج لهم تعطيهم الدولة تبني لهم. أيوة الدعم. هي كاع مدوا الرشوة وخرجت لهم من الإعانة باش بناو، وأنا قلت لهم غير الرشوة اللي ما نمدهاش. فهمني؟ أيوة. راني في البرد في النو والسكنة حالتي حالة، راني نحوس إلا كان زعما نمدها إلا حلال ولا حرام، بغيتكم تفتوا لي كاش حاجة حلال. معية القارة راني في 6 سنين، قالوا لي ما تمديش الرشوة ما راكيش دايتها، وكاع داوها وأنا لا. خلي التليفون تاع القضية هذه أصبحت. سيدة أمينة. خلين عندك رقم هاتفي؟ راه عندهم ثم. الله يخليك أمين، رجاء نحتفظوا برقم السيدة أمينة كما يقول شيخنا السعيد. المسألة هذه ولات قضية ماهوش. أيوة، وسؤالك الثاني؟ طيب هذا السؤال أنا اللي راه مبيرني هذا السؤال. طيب إن شاء الله يجاوبك شيخنا السعيد ويتواصل معك أيضا، وربي يهديهم. هذا سيدة أمينة شكرا. وين تسكني في معسكر؟ في باريكو محمدية. الله يكتب الخير إن شاء الله. طيب بارك الله فيك سيدة أمينة، شكرا. بارك الله فيكم وربي يحفظكم. الله ينورك، شكرا. وهران الأخت فاطمة. وهران الأخت فاطمة. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شوف السلام على الأستاذ ويزري. السؤال اللي شوف بغيت نطرح لك، يعني عندنا واحد زوجة الأخ أجنبية، ويعني مش مسلمة كاع، ويعني وزاد عندها واحد الولد، يعني زاد عندها طفل، وراهي بعثت لي ميساج كم كوا زاد عندهم طفل. بصح أنا باش نقول لها مبروك عليك، يعني يجوز لي نقول لها مبروك عليك عشان هي مسيحية 100%، والزوج نتاعها مسلم جزائري بصح ما يصلي ما والو. ايوه. يعني كي نقول لها مبروك والف مبروك، يعني يجوز لي ولا ما يجوزش؟ ايوه. طيب نجاوبوك ان شاء الله على السؤال سيدة فاطمة. ويعني
والسؤال الثاني يعني القراءة، كي نقرأ القرآن على الوالد والوالدة المتوفين، يعني كي نقرأ كيف نقول باش يوصل لهم يعني مباشرة يعني يوصل لهم يعني عن حقائق يوصلهم يعني كيفاش نقرأ. يعني كل يوم نقرأ بصح كذا نقول ما يوصلهمش، والله يعني ما هو الدعاء اللي نقول يوصلهم. إن شاء الله ربي يبلغهم أجر قراءتك للقرآن سيدة. شكرا تحياتي للأستاذ بويسري. الله يحييك سيدة فاطمة، شكرا. إلى أين أمين من فاطمة؟ إلى أين؟ طيب الأخيرة السيدة أم مريم، ثم نشرع في الإجابة على هذه الانشغالات. عينتي مش أنت سيدة أم مريم؟ أم رياض أخي. أم رياض، عذرا ممكن أمين ما كانش مبرونشي. مرحبا أستاذ أحمد. أهلا أستاذة أم رياض، مرحبا بك. تحياتي لك وللشيخ الكريم. الله يحييك ويهنيك سيدتي، مرحبا. أخي أنا عندي زوج الأسئلة. السؤال الأول وش حكم الأذكار نقولهم وأنا نخدم أذكار الصباح والمساء؟ أيوة. والسؤال الثاني، أنا زوجي كان من قبل عنده عمل مشبوه فيه شوية. أيوة. ومن بعد الحكم والسجن. أيوة. بعد المبلغ المال اللي بقيت نصرف منه على الأطفال ساوي خلاني هو. أنا مش عارفة من جابه، هو كان عنده ورث من قبل كان عنده عمل مشبوه. أيوة. لا نقدر نصرف من هذا منها الحلال ولا ما نقدر، هذا هو. واضح سيدة، واضح شيخنا سعيد. شكرا. ما فهمش الورث هذا برك. سيدة أم رياض. ها؟ عفوا سيدة أم رياض، عودي لنا السؤال الثاني. السؤال الثاني قلت لك الأذكار تاع الصباح والمساء نصلي ونمشي نخدم ونقولهم، ما نقولهمش أنا مجمعة ولا. معليش. وسؤال زوجك؟ قلت لك كان العمل تاعو اللي كيدير وشو قال لي كان يعمل، بصح ما كنتش نعرف العمل تاعو، العمل مشبوه مانيش عارفه واش كان يخدم. بعد هو كي ناخذ العقوبه تاعو ومشى، المال اللي خلاه لي بقيت نصرف منه للاولاد تاعي ما عرفتش مين جابوه، فهذا هو اللي بغيت نسقط. الله يبارك فيك، واضح. طيب نجاوبوك ان شاء الله سيدة أم رياض، نجاوبوك. شكرا. ربي يحفظك، شكرا جزيلا. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. نبدأ من السيدة أم مريم من فرنسا. شيخنا استمعت إلى انشغالها بنتها 15 شهر من كتابة الفاتحة، يبدو أن سيد العريس لا عمل ولا هم يحزنون، ولكنه ولم يسلم لهم صداقا ولا هم يحزنون، وينتظر حتى تتفضل زوجته بإنشاء عرس يعني. فيبدو أن السيدة لم يعجبها زوج بهذه المواصفات. نعم، أولا في تفاصيل فقهية شوية. من هذه التفاصيل أنه إذا وقع الخلاف بين الزوجين قبل العرس فالقول قول الزوجة مع اليمين، وإذا كان وقع الخلاف بعد العرس في أمر تسليم من عدم تسليم المهر من عدم تسليمه، في هذه الجزئية إذا فيها نزاع هذا هو الفقه هكذا يقرر. ولكن الآن مادام ماهوش غير هنا، هو أولا ما قدمش لا دوت كما قالت هي المهر، وزايد يطمع باش هي تدير له العرس وإلى آخره. نقول لك يا أم مريم لي سيمبتوم هذه المؤشرات هذه ما تفرحش، قرائن هذه القرائن ما تفرحش. مادام تقول بنتك تريد الطلاق من حقها، من حق اليوم خير من غدوة. لماذا؟ لأنه أو ربي سبحانه عز وجل أمرنا باش أمر الرجال باش يعاملوا يعني الزوجات بالمعروف وعاشروهم بالمعروف. صحيح. هو ذلك ما بداش بالمعروف، أو كيف غدوة وغدوة بعد الزواج ممكن يولي ما يخدم ما يردم، هي تخدم عليه وتنفق عليه وهكذا، وإذا كان يعطي لها الهنا والله أعلم. لذلك هذه المؤشرات ما تشكرش. بنتك عندها حق باش تطلب الطلاق الآن، أما الإجراء السهل بسيط مادام فيه فاتحة فقط، ما كانش هناك عقد رسمي، ما نحتاجوش لبروسيدير يعني على مستوى المحكمة، ما كان حتى إجراء. لذلك يطلب منه مباشرة، قال يا فلان أروح نتلاقاو باش يكون طلق بالتراضي الاميابل، يعني يقولها أنت طالق، ماشي شرط حتى يحضروا مع بعض. ممكن يتصل بك أنت يقول لك بنتك راهي مطلقة،
وممكن الإمام يتصل، هذاك اللي عقد الإمام عنده دور. معاشر الأئمة ما عندكمش غير الدور في قراءة الفاتحة وروح. صح. لا، عندكم مسؤولية، عندكم مسؤولية. تتبع، تسأل هذاك الإنسان مرحبا بك أهلا وسهلا ماذا حصل، تدير التحقيق نتاعك وكذا. فإذا كانت تبين أنت تقول له يبدو أنك ما عندكش النية بهذه المؤشرات، طلق هذا المرأة وما تعلقهاش. شاهد وشهيد. نعم، يقول في القرآن لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، معنى هذا. ولكن إذا نزل عند رأي الإمام وطلقها بكل يسر الله يبارك، خلاص بكلمة واحدة ينتهي أمر الزواج. أما إذا كان تعسف وتعنت، يعني كما يقولوا خرج طريق، ثم يصح ذاك الإمام وبحضور الشهود وبحضور الطفلة هذه باش يكون الخلع حتى بغير رضاها. نعم. بارك الله فيك. شكرا جزيلا شيخنا. كيفية الوضوء؟ هي تسأل الوضوء الأكبر. والله بكل سهولة يا الأخت، ليس شرطا واحد يتقيد بثلاث حفنات هذه، لأنه واحد يديه صغار، واحد ما يعرف ربما الماء يطيح له ولا ماشي شرط. يعني الماء الأصل هو تعميم الجسد بالماء. صحيح. فقط. ولكن الأفضل نتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما الإنسان يعني يستنجى يروح يتوضا الوضوء الأصغر نتاعو مع الرجلين، وضوء عادي 3 مرات يديه وفمه وأنفه إلى آخره، الوضوء العادي نتاعو. يقدر رجليه يخليهم حتى في الأخير، ثم وجه يعني راسه شعره، يعني راسه كامل يغسله سوا كي يكمل يجي الجهة اليسرى، وما ينساش الإبط طبعا، الجهة اليمنى أقصد الجهة اليمنى حتى الرجل تحت، وبعدين يجي الجهة اليسرى وما ينساش الإبط. فإذا غلب على ظنه أنه خلاص جسده عمم بالماء، الله يبارك، وإلا يرش روحه ويخلي الماء ينزل عليه والسلام، بما دون مغالاة، لأنه هنا اللي يدخل الوسواس. صحيح. كاين اللي لو كانت ترميه في البحر الأبيض المتوسط ويخرج يقول لك واقيلا مازال بلاصة ماشي مشمخة، هذا شيطان راه يقلق في الناس. ارمي في المحيط ارمي في المحيط كما قلت يعني أخي أحمد، وكذاك والشك يعني ممكن يوصلوا. إذا كان غلب على ظنك أنك الماء عمم الجسد نتاعك، هذا يكفي. إذا ما كملتيش ما غسلتيش رجليك اليمنى واليسرى، زيد اغسليهم في النهاية اليمنى ثم اليسرى، ودير الدعاء والسلام عليكم، خلاص راكي. وبهذا الوضوء يا أخي أحمد تقدر تصلي مباشرة الصلوات بلا ما تعوض بهذه الكيفية، لأنه دارت الوضوء أصغر في البداية. أما إذا كما دارتوش مجرد تعميم الجسد بالماء، هنا يعني الأفضل أنها تعود توضأ الوضوء الأصغر والسلام. بارك الله فيك، شكرا جزيلا، وربي يتقبل إن شاء الله. سيدة مريم تسأل شيخنا السعيد على مسح الجوارب 3 مرات أم مسحة واحدة؟ يبدو أنها هي تتوضأ وتمسح الجوارب بعد ما في الصباح تكون توضأت. مادام طبعا هذه المسألة تعود خاصة في كل الشتاء. صحيح. الواحد بلا ما ندخل في تفاصيل الفقهية، ماذا قال السادة المالكية اللي ربطوا هذا بالخفين اللي يكون بالجلد وكذا، ولا اللي يقول لك إذا كان الجوارب لازم تكون خشينة مش رقيقة. مادام هي تسأل على السؤال، إذا لا أجيب عما لم يسأل يعني. ولكن مادام هي تقول مسحة واحدة ولا 3 مسحات، مسحة واحدة تجزئ فوق، ماشي من تحت، فوق مسحة واحدة على الجوارب الخشان اللي يغطيو كامل رجليك إلى غاية الكعبين، هذا إن شاء الله يجزئ مسحة واحدة مش 3 مسحات. بارك الله فيك شيخنا. كانت صائمة السيدة أم مريم، والله يبارك الضياف جاءوا مرحبا بهم. وعلى كل شيخنا بدو سبحان الله احنا الجزائريين ثقافة الاتصال هذه والتخبار عندنا قليلة، يعني يتفكر أهله حب يزورهم يروح يزورهم وانتهى، ولازم يستقبلهم له. فقالت كانت صايمة، فماذا تفعل؟ يعني تطيب لهم تقول لهم كولوا ما جات؟ والله يا أخي عندها حل ثاني آخر، يعني هي ممكن تقول لهم يعني أهلا وسهلا مرحبا بكم، تجيب لهم تاكل ياكلوا كذا، بعد تقول سمحوا لي، يعني اذا كانت سمحوا لي انا صايمه. يعني احيانا الكلام يعوض، اليس كذلك؟ هو حنا يقول لك ماشي صايمه ما والو، ما حبيش تستقبل خلاص. درك يا اخي حنا نقولوا هذا الحل موجود. درك انا ممكن نجيك تقول لي هذا الكلام خلاص اصدقك يا اخي احمد، ما لا تتحرج يعني. ولكن في حاله ما اذا كان عندها شك أنه ممكن يشكوا فيها علاش ما تاكلش، وربما هذا أنها ما فرحتش بينا ولا ما لا أدري هكذا، فكولي مادام هذا صيام نافلة تاكلي، ولكن تفطري ولكن تغرميه تقضيه بعد. أيوة. ربي قال تبطلوا أعمالكم،
سبحان الله. يعني واحد دراعي حتى ولو يعني هي نافلة صحيح. ولكن خلاص فطري معهم عادي، ولكن بعدين اقضي ذلك اليوم رغم أنه يعني صيام تطوع. واضح؟ بارك الله فيك، يعطيك الصحة. شكرا جزيلا شيخنا السعيد. إجابة على السيدة أم مريم من فرنسا. سيدة أمينة من معسكر من المحمدية شيخنا تسأل على مسألة الدعم الذي تسلمه، الدعم الريفي أعتقد في صيغ البناء. تقول أنه الكل الدوار يبدو أنهم استفادوا بشكل أو بآخر، نحن لا نثبت ولا ننفي، ولكن هي قالوا لها يبدو أن الطريق إلى حصولها على هذا السكن هو الرشوة حسب ما تقول بما تنصحونني، لأنه يبدو أن نتحدث عن أمطار وحاجة وضعية اجتماعية مزرية. تقول ماذا أفعل؟ والله يا الأخت أمينة كما قال الأخ أحمد احنا لا نثبت ولا ننفي، هذا أمر. الأمر الثاني تعميم الحكم ليس بالأمر الهين، إصدار الحكم عام على وضع معين، هذا الأمر لا يقبل بجميع المقاييس، لأن الله أمرنا في القرآن بالتبين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أما الوضع إذا كان وضع الأخت أم أمينة وضع مزري مع الجو مع الأمطار مع ظروف الشتاء وكذا، من حقها باش هي أيضا تنال هذا الدعم، مع ذلك حرمت يعني من حقها. كاين إجراءات أخرى شرعية قانونية واجبة الاتباع. أيوة. أما الرشوة فلا تجوز، لعن الله الراشي والمرتشي والماشي بينهما والرائش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذاك اللي يمشي بيناتهم. شجرة الرشوة لا يجوز أن نقويها في مجتمعنا. هذه رسالة، مادام هي تركت هاتفها أتواصل معها بعد الحصة مباشرة إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا السعيد، حسن الله إليك. فاطمة وهران أخوها متزوج من مسيحية، يقول أنه أنجبت وولد أخوها، فقالت يا استحيت أن تقول لها مبروك عليك وتتواصل معها، كيف تتصرف؟ والله أنا عندي شجاعة باش نقولها منها مبروك عليك. أنا أين الإشكال؟ يا الأخت فاطمة بارك الله فيك، أكيد أنت سألتي هذا السؤال، عندك الورع، عندك دين قوي الله يبارك، ولكن لابد أن نفهم شيء يا أخي أحمد. معلش نحكي حكاية ونعلق عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة وفات جنازة يعرفوها الناس ولكن من باب التذكير، وبعدين قام لها ثم قيل له يا رسول الله إنها جنازة يهودي، يعني هذا يهودي، هذا ماهوش مسلم. قال أوليست بنفس، في رواية من رواية الحديث أوليست نفسها، يعني هذه نفس. ثم إشارة إلى هيبة الموت. صحيح. وثاني تقدير هذه النفس البشرية التي انتقلت من دار الدنيا إلى دار الآخرة. ولكن هذا القيام، هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم، هل له علاقة بعقيدة الميت؟ أبدا، ما عندهاش علاقة. هذه وحدها وهذه وحدها. قال أوليست بنفس والسلام. قام لهيبة يعني تقديرا وهذا يعني احتراما لذلك تلك النفس البشرية والسلام التي ذهبت من هذه الدنيا إلى دار الآخرة. ليس إلا حبيت نقول يا أخي أحمد أحيانا نخلطوا بين أمور. لا، يعني هذا الأخ تزوج وحدة مسيحية. أولا هذا الزواج رغم أنه مغامرة وذكرنا ذلك مرارا وتكرارا، هذا المارياج ميكست هذا يعني عنده كوارث كثيرة جدا لا نحصيها عددا. يا مسلمين تزوجوا المسلمات، هذا واش نقول كارثة. ولكن زاد عندها طفل، هل يجوز باش تقول مبروك عليك؟ قولي لها مبروك عليك. وهذه داخله في المجاملات، وكما يقول العلماء في باب المجاملة والمحاسنة أو الإحسان في الخلق. سبحان الله. إحسان في الخلق، كما دير التحية لواحد السلام عليكم مع صباح الخير عليكم ولا كذا، صافي نحوك على الشيء. لا، نتواصل مع الناس جميعا، ولكن لا يعني هذا أن نوافقهم على عقيدتهم، فلا بد أن نفرق بين الأمرين. إذن يا أختي الفاضلة يجوز باش تقول لها مبروك عليك. أما كي قلت هذاك جزائري لا يصلي هكذا قالت، هذه تحتاج إلى بعض البيان، هذا يحتاج إلى نصيحة. نعم، هذا الله يهديه، هذا الله يهديه. نعم، هذا فليكن قدوة، وربما إن شاء الله بتطبيقه للقرآن والسنة والتزامه بالدين ومع حسن الخلق
ربما هذا اللي يخلي هذيك مرته تولي مسلمة إن شاء الله. ذلك ما كنا نبغي إن شاء الله. وأنت يا الأخت فاطمة ديري هذه الخدمة وربما إن شاء الله ربي يهديها على يديك إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك شيخنا. أخت فاطمة تسأل، هي تقرأ القرآن على روح والدها ووالدتها ولكن لا تعرف كيف يبلغ هذا الأجر، وهي تنوي به الأجر والرفعة لوالديها. كيف تفعل؟ كيف تقوم بذلك حتى يتحقق فعلا؟ عندك احتمالان، ديرهم في زوج ولا دير واحد منهم كيف كي ترفدي المصحف الشريف قبل ما تبداي تدعو الله عز وجل اللهم تقبل ثواب ما أقرأ عن روحي والدي أو والدتي، عن روحي والدي بابا ويما. ولا كي تكملي القراءة اللهم تقبل ثواب ما قرأت عن روحي والدي، يعني يا ربي تقبل ثواب الأجر القرآن اللي قريته على روح بابا وعلى يما. وإن شاء الله ربي سبحانه عز وجل وعد كما قال في القرآن إن الله لا يخلف الميعاد. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مادام نويتي باش تهدي لها الثواب القراءة نتاع القرآن إن شاء الله هذا الثواب يصل يا رب وينتفع بهم الوالدين. وبارك الله فيك الأخت فاطمة. الله يسلمك، شكرا جزيلا. شيخنا هذه أختنا أم رياض من عين تيموشنت تقول بأن حكم الأذكار التي أذكرها أذكر الله سبحانه وتعالى وأنا أعمل، ما حكم ذلك؟ ممتاز. أم رياض أذكرك وأذكر السادة المشاهدين بأن الذكر أو الدعاء يسمى بأيسر العبادات. علاش عبادة سهلة؟ على لا تحتاج إلى وضوء، الصلاة تحتاج إلى وضوء، لا تحتاج إلى قيام ولا إلى هيئة من الهيئات، بل في كل زمان وفي كل مكان ما عدا أماكن اللي فيها النجاسة ثم حجمي توقفي. ما عدا ذلك وانت تخدمي وانت تسيقي وانت تخيطي وانت تكتبي، طبعا كي تكتبي حاجه اللي ما تحتاجش لها تركيز، يعني لانه كي تكتبي بالتركيز ما تقدرش تحتاج كونسونطراسيون. طيب وانت راكي تخدمي في دارك ولا تخدمي في العمل، يعني في كل وضع ربي سبحانه يجازيك ويتقبل منك. وأدع خاصة كي قالت أذكار الصباح والمساء، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذه الأذكار اللي تبدأ منذ الصباح. واحد يفتح يعني عينه الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، وأنت خارجة بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من أذل وظل إلى آخر الحديث أو الدعاء. وأنت مسافرة سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا مقرنين إلى آخره. يعني ذكر سبحانه بأدعية الصباح وأدعية المساء وربي جازيك وأنت تطبقين قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات. بارك الله فيك شيخنا السعيد وحسن الله إليك. سؤالها الثاني حول زوجها اللي كان شيء من أمواله وعمله مشبوه وهي تصرف من هذا المال على ولاده. نعم. أولا يا الأخت الفاضلة واش نقول لك، هي قالت عمل مشبوه ولم تبين هذا العمل، ثم ذكرت أنه العقوبة يعني يبدو أنه خذ عقوبته في هذا الشيء بسبب هذا العمل أو ربما لأمر آخر لا ندري. الآن أنت خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المبالغ المالية اللي خلاها لك تصرفي منها في حدود اللازم في البيت من أكل وشرب ولباس وإيواء وكهرباء وإلى آخره، صرفيها وما عندك حتى حرج. الذمة المالية مستقلة، عنده الذمة نتاعو مالية مستقلة عن الذمة المالية نتاعك، ثم أنك أنت أيضا تسالي له باش يخلصك، يعني يدفع يعني ينفق عليك. ربي قال في القرآن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هو لازم ينفق عليك. صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية أن يضيع من يقوت. إذا أنت لست مطالبة باش ديري لونكيت، ديري التحقيق منين جاب هذه الأموال وكذا، يعني عندك شك ولا كذا، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، صرفي منهم في حدود اللازم والسلام، وما عندك حتى إثم إن شاء الله تعالى. حسن الله إليك شيخنا السعيد وبارك الله فيك. هل سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. تفضلوا بالاتصال بنا
نحن في خدمتكم على هذه القناة وفي هذا التوقيت من 6 حتى 7 من كل مساء على 5. طيب صالح، إلى أين؟ خلينا نستقبل مكالمة واحدة على الأقل صالح في الدقائق الأخيرة من لا بأس. لطفي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله أخوي لطفي، مرحبا. الله يسلمك الشيخ، عندي سؤال. أيوة. عندي سؤال. تعود خالتي بنت خاص بنت خالتي جاب رخصة السياقة تاعو وجابها كما نقول حنايا بالرشوة. أيوة. أنا عماه ودوكا ندم، دوكا بغا يشري سيارة وبغا كما نقول حنايا بغا يخدم بها يديرها يتفاوض بها وندم. أيوة. طيب. والسؤال الثاني الشيخ، بلي تقابلت أنا والمرأة تاعي. أيوة. وكي تقابلتنا عبات مش تغضب، قالت لي طلقني، قلت لها انت طالق، قالت لي زيد وحده، قلت لها انت طالق، قالت لي زيد لي وحده، قلت لها انت طالق. يا لطفي يا راجل يا لطفي. انا ايوه هذا هو السؤال تاعي. الله يعلم متى حصل وقتها هذا وقتها لطفي. هذه كي عقد مع العقد الشرعي والعقد المدني يعني قبل الدخول. انا عماه. والآن وش راه وضعيتكم؟ هذوك كنا متزوجين لاباس الحمد لله. من بعد ما درتوش فتحة؟ عودتوا الفتحة من بعد؟ أنا عماه عاودنا فتحة أنا عماه. يا خلاص الحمد لله. خلعتنا يا سيدي على بالك. ما تزيدش تقولها طول حياتك، هذا ما كان. إن شاء الله تعيش بارك الله. ربي يبارك فيك خويا لطفي، الله ينورك. زيدنا واحد. لا رجاء خلينا 4 دقائق نجيب عن السؤالين بارك الله فيكم. ما نقدرش نزيد سؤال وما نجاوبش عليه. شكرا جزيلا. لطفي من باتنا شيخنا السعيد قريب وجاب رخصة السياقة عن طريق ربما كما يقولوا ما دارش المراحل وجابها فقال راح نخدم بها. غير خير ان شاء الله. ما حكينا لي تعزيدني هذه مازال مصدوم يعني. زدني واحدة الله اكبر. تفضل شيخ. لك الفضل. طيب بالنسبة للرشوة ذكرنا قبل حين يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرشوة هذه يا جماعة الخير جريمة تعزيرية. واش معنى جريمة تعزيرية؟ معناه الشرع الحكيم قال بلي هذه جريمة ولكن لم يحدد لها عقوبة. فالعقوبة متروكة لولي الأمر للقاضي الذي يقرر العقوبة المناسبة حسب طبيعة الجريمة وخطورة المجرم. لأنه يختلف إذا كان واحد اسمح لي واحد خدام بسيط يأخذ رشوة ولا ديريكتور كبير يأخذ رشوة، باين. مع هذه العقوبة لازم تكون مشددة بالنسبة لمن له مال كثير ولمن له مسؤولية وهكذا وهكذا. طيب إذن الرشوة يا أخويا لطفي الله يحفظك حرام. خو اسمه هذا وليد خالتي قريبه وليد خالته اللي جاب هذا هي سوت الرشوة في شهادة السياقة يا عجبا. شيخنا هذيك هي المراحل هذوك ما يديرهمش يعني مع الأسف. مع الأسف يعني بعد غدوة يدخل طريق وبعدين يقتل في الناس وهكذا. يعني لازم ننبه الناس اللي راهم يجيبوا رخصة السياقة بالرشوة، نقولوا حتى كي تقتل الناس أو عندك إثم يا اللي اعطاله هذه الشهادة راه آثم وراه مسؤول عن الجرائم والحوادث اللي يرتكبها ذلك الإنسان اللي خذ شهادة السياقة بغير وجه حق. إذن هذه باش نكونوا على الصورة تماما. طيب ما الآن هو تحصل عليها؟ احنا ما نقولوش الآن نقطعها، نقولوا الآن لازم لك توبة على ما فعلت. توبة على ما فعلت هذا من جهة ثانية لازم يدير دروس تحسينية. صح. ولو كان يكون عنده إن شاء الله يقدر يقود الطيارة لازم يرجع عند المونيتور هذاك المدرب هذاك المعلم مدرسة السياقة يقول علمني حتى هو يقولها له على الأقل شفويا. يقول أنت الآن أهل عندك الإمكانية باش تروح تدخل في الطريق، أليس كذلك؟ وبهذا الشكل مع التوبة إن شاء الله ربي يغفر له إن شاء الله. شيخنا السؤال الثاني يا أخي لطفي والله خلعتنا بصراحة ومرتك يا ربي إذا كان راه يتبع الآن هي تحتاج ثاني تنبيه. يعني سي لطفي قالها أنت مطلقة زدني واحدة وهي تقول زيدني واحدة، نقول صافي هذا طلاق يعني بحسب الطلب يعني بلا دوموند. هذه غريبة يعني والله هذا غريبة. زيدني يعني باش تبرد قلبها ولا ماذا يعني ولكن الآن يا ربي الحمد لله
كما قال خويا أحمد ما تزيدش الدور كاع بكلمة طلاق هذه. ومادام درتو فاتحة لأن هذا الطلاق بائن بين صورة، مادام وقع هذا الطلاق منك قبل العرس بمعنى هذا طلاق بائن بين صغرى. مادام قريت عليها الفاتحة من جديد إذن الآن راكم في وضعية شرعية ما تخافوش، ولكن وجه ربي ياسر لطف يا وليدي ما تزيدش تقول كلمة طلاق. ومرتك قول لهم المشايخ راهم زعفوا عليك بزاف ما تزيدش تقول زيدني. علاش؟ هذا واش نقدر نقول. إن شاء الله ربي يحفظكم. امين يا رب. بارك الله فيك شيخنا السعيد، الله يجزيك بالخير، وشكرا على هذه اللحظات الطيبة في حضرتكم من خلال برنامج هلا سألوا. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام أشكر فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بوزري على ما تفضل به. شكرا لزملائنا الفريق التقني الساهر على هذه النقلات النوعية. صالح عنيق في الإخراج. هلا سألوا يلقاكم غدا بحول الله في موعد جديد. ابقوا على برامج الخامسة، لدينا المفيد والجديد بإذن الله. السلام عليكم